بتحبيها بالطشه الاسكندراني ولا مقليه ومحمره في السمنه البلدي؟ في فيديو النهارده هقول لكم على اكتر طريقتين سهلين جدا لعمل الكبده. تقدري هنا تختاري الطريقه اللي تعجبك، بس كل اللي اوعدك بيه ان في دقايق بسيطه جدا هتعملي احلى طبق كبده اسكندراني او حتى مقليه. يلا تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. معايا نص كيلو من الكبده. نص كيلو ده يا جماعه انا النهارده كان المفروض اعمله نوع واحد، بس قلت علشان انوع لكم كده واعمل لكم افكار جديده قسمته لنصين. نص سبته زي ما انتم شفتوا كده متقطع شرايح رفيعه، والنص التاني قطعته اسكندراني زي ما انتم شايفين معايا كده. هبتدي ان انا هنا اعمل الطشه الاسكندراني. انا هنا بقى عايزه كل اهالي اسكندريه يجمعوا ويقولوا لي ايه رايهم في الطشه بتاعتي النهارده. قطعه توم كبيره، ليمون كتير، ملح وفلفل اسود، وكمان معلقه صغيره من الكمون ومعلقه كبيره من الكزبره. يعني قللي كمون وكتري كزبره. هتضيفي عليهم معلقتين من الخل ومعلقه كبيره من هريسه الفلفل الاخضر. لو ما عندكيش هريسه فلفل اخضر ممكن تجيبي فلفلتين كده سبايسي حلوين وتضربيهم ضربه هيبقوا هريسه فلفل اخضر. هناخد التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها ديت، وهنكون في الوقت دوت محضرين طاسه فيها 4 معالق كبار من الزيت الساخن جدا جدا، وتنزلي هوب بالطشه، ولازم تعمل تش كده وتشم ريحه تحميصه التومه معاكي. انا هنا مش عايزه التوم ياخد لون خالص، انا عايزه اشم ريحه التحميصه بس. هتجيبي في الوقت دوت الكبده اللي احنا مقطعينها كبده اسكندراني شرايح رفيعه خالص، وتبتدي تنزلي بيها تقليبه في التانيه وتسيبيها على نار هاديه شويه. وتعالى اقول لكم الطريقه اللي بعد كده ايه. بتروحي عندك برضو في طاسه حلوه بتكوني ضايفه نص كوبايه من الميه ومعلقه كبيره من السمنه البلدي او الزبده، رشه فلفل اسود ورشه ملح، وتقلبي تقليبتين. الميه هنا معاكي لازم تكون بتغلي. بعد كده بروح اجيب شرايح الكبده اللي عندي وببتدي ان انا اضيفها. لو قطعتيها شرايح ارفع من كده بتبقى حلوه قوي. ممكن كمان الكبده لو معاها كلاوي وقلوب بتبقى جميله جدا جدا. تعتبر الطريقه دي الطريقه الاقرب لقلبي، بحبها جدا جدا لانها مميزه، وغير كده وكده سهله قوي وطعمها حلو. طيب بعد كده انا ضفت، خلي بالكم عليها ايه، ليمونه كبيره. بروح بقى احضر طبق سلطه الطحينه كده. اصل الكبده ما تحلاش غير بقى بسلطه الطحينه، والطحينه البيتي اللي احنا عاملينها مع بعض. بتجيبي معلقتين من الطحينه وكمون وفلفل اسود، رشه شطه صغيره لو انتوا حابين، ومعلقتين من الزبادي بتدي طعم حلو. طيب بتضيفي عليها الملح، وبتتابعي طبعا بتشوفي الملح معاكي زياده ولا قليل. انت بقى بتتابعي الملح في الايه في الوقت ده. كمان بضيف معلقه صغيره من الخل، وبيبقى جنبك كده ايه نص كوبايه من الميه الساقعه المتلجه. بتفضلي تقلبي وتزودي ميه، تقلبي وتزودي ميه لحد لما توصلي للقوام اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. كمان عايزه اقول لكم ان في معظم الناس بتحب تاكل الطحينه بالثوم. انا كنشوه الثوم ما بيحبنيش، فعشان كده ما ضفتش ايه ثوم. تعالوا نرجع بقى للكبده الاسكندراني بتاعتنا بعد ما ايه فقدت كل السوائل اللي فيها ودخلت على التحمير شويه. اخر خطوه بتعمليها انك بتضيفي كميه كويسه كده من الفلفل. عايزه بقى فلفل رومي، فلفل سبايسي، اللي عندك ضيفيه. اهم حاجه ان دي تكون اخر خطوه انت بتعمليها علشان الفلفل ما يتبلش معاكي، وتقفلي عليها النار خالص. ودي الطريقه التانيه اللي احنا عملناها للكبده المحمره. تقليبه في التانيه فقدت السوائل اللي فيها وشربت السوائل، وكمان اتحمرت في الزبده وبقت ريحتها تجنن. عارفين اقول لكم على حاجه، هي دلوقتي تستاهل بقكم. عايزه بقى تعمليها كبده اسكندراني زي ما انا عملت، عايزه تعملي كبده محمره، عايزه تجربي الاتنين كده زي ما عملنا. عندك نص كيلو كبده وعايزه تقسميه لنصين وتجربي صنف من ده وصنف من ده، مفيش مشكله. طبق بطاطس محمره وتغمسي كده بسلطه الطحينه. عندك عيش بلدي او عيش ابيض او عيش فينو. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا بتحبوا تاكلوا الكبده بانهي عيش. انا عن نفسي بحب اكلها بكل انواع العيش. يعني مثلا الاسكندراني احبها قوي بالعيش الابيض الشامي. الكبده المحمره الحلوه دي احب اكلها بالعيش البلدي. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير. ما تنسوش تعملوا منشن لاصحابكم اللي هيعملوا كبده، وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.